عمرك فكرت البراندنج بدأ إمتى؟ هل هو حاجة جديدة ظهرت مع السوشيال ميديا؟ الحقيقة لأ، ده قديم جدا، أقدم مما تتخيل. البراندنج بمعناه البسيط تمييز المنتجات بعلامة أو هوية موجود من آلاف السنين. في العصور القديمة الفراعنة، اليونانيين والرومان كانوا بيحطوا رموز ونقوش على الفخار والعملات. حتى المزارعين كانوا بيعملوا وسم بالنار على المواشي علشان يثبتوا إن دي بتاعتهم. ومن هنا جه أصل كلمة براند، يميزوا ممتلكاتهم أو بضاعتهم. وفي العصور الوسطى في أوروبا الصنايعية زي النجارين والحدادين كانوا بيعملوا ختم أو شعار بسيط على منتجاتهم، مجرد علامة صغيرة تقولك إن الحاجة دي أصلية وجاية من عندهم. دي كانت أول ملامح الهوية البصرية. مع الثورة الصناعية وظهور المصانع انتشرت، المنافسة كبرت، والشركات بدأت تميز منتجاتها بأسماء وعلامات مسجلة. هنا ظهر أول شكل من أشكال البراند الحديث، زي كوكاكولا، بيبسي، فورد. البراند بقى اسم وشعار ودعاية وإعلان وهوية بصرية. البراندنج المعاصر اللي احنا نعرفه دلوقتي من السبعينات وطالع، البراندنج بقى أكبر بكتير من مجرد لوجو. بقى تجربة متكاملة، مبادئ، شخصية، طريقة كلام، وأسلوب بيخليك تحس إنك مش بس بتشتري منتج، أنت بتشتري إحساس كامل ومنتج أنت عارفه كويس. يعني ببساطة البراندنج بدأ كوسم على المواشي واتطور لحد ما بقى تجربة بتعيشها كل يوم مع أي منتج أو شركة. والنهاردة أنت لازم تبني براند شخصي يميزك عن أي حد تاني. ولو عايز تعرف إزاي تبني براندك الشخصي وتستخدمه علشان تتميز عن اللي حواليك، خلينا مع بعض عشان عندنا كتير نتكلم فيه ونشاركه سوا. سلام.